عسلامة ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. المرة هذه جيتكم بفيديو جديد، حبيت نوريكم شوية من تحضيراتي في الحلو في طهور ولدي عمر. هذه حبيت نوريكم من الأول شوية هكا الديكور وكل شيء. نخليكم مع الديكور شوية. لهنا بدينا بكعب القرطاج. هنا حطيت اللوز، غربلته خاطر لازم يكون مغربل بالكدا بالكدا بالكدا. وبعد ما غربلت اللوز خذيت لهنا 500 جرام لوز، وزدت عليها قريب 200، معناتها في 150 جرام هكاكا 200 جرام لوز انتي، والحلاوة متاع السكر المحور اللي تحبها. ولهنا خلطته مليح 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 باش يدخل السكر مع اللوز مليح. وبعد لهنا نوريكم كيفاش تخلط السكر واللوز مع بعضه. لهنا حبيت نزيد الماء ورد. على فكرة انا راني نعمل الماء ورد راهو في الحلو ما يصبرش برشا برشا، معناتها متاع نهارين 3 ايام جمعة لماكس. اما انتما كان تحبوه يصبر تولوا تعملوه تلموه بشحور سبيسيال. انا بويسك ما عنديش الفوندون وما لحقتش باش نعمل الفوندون في الدار، وليت عملته حليته بالماء الورد. لهنا بعد ما حليت بعد ما تلمدت العجينة ولات نجم نعمل بها كعبورة، معناتها تلمت في اليدين. لهنا حبيت نحط لي كولورون، بديت باللون الاخضر خليته بالكدا بالكدا. اي وفتكم بالحديث سامحوني. كي تحطوا اللوز مع الماء ورد ما لازمكمش تعجنوا، لازمكم تلمدوا تلميد بالصوابع باش ما تخلوش الزيت متاع اللوز يخرج، معناتها باش ما تزيدلكمش الباط. لهنا بعد ما كملت حطيت الكولورون الروج، وكيف كيف نخلط فيه بالكدا بالكدا. قصيتهم الكعابر حسب العين، معناتها لما اللي يحب يعمل يوزن معناتها. حاولت نقصهم 3 قد متساويين. لهنا كملت البول الروج وخليت وحدة، معناتها ما عملتلهاش الكولورون. بعد نحلهم دودانات هكاكا كيما تشوفوا في التصويرة، نحطوا زوز بحذا بعضهم والثالثة من الفوق. وبعد نعاودوا معناتها نمشوهم بالكدا لين يشدوا في بعضهم. حبيت هنا نوريكم بالكدا ونعاود نحلهم هكاكا، نحاول نخلوهم لاصقين بالكدا ونبقى نحلهم على قد ما نقدر. بعد لهنا جبت الميزان باش نعملهم مكعابر. انا الحق عملتهم مكعابر صغيرونين، فما شكون يعملهم اكبر، اما انا حبيتهم صغار معناه. وتكعبرهم هكاكا. هاكا الكعبورة عملتها على 9 جرامات. بعد ما كعبرتها وكل شيء حطيتهم في السكر، ومن السكر حطيتهم في البابي متاعهم. وهذا هي الريزلتا فينال متاع كعابر قرطاج. لهنا قعدت لي بات الباتامون قعد لي منها. عندي الفورم هذيك متاع البلغة، قلت خليني نعملها معناتها نعمل فورم البلغة هكاكا. لهنا حاولت اني نحط اللوز في الفورم باش تاخذ الفورمة متاعها كما تشوفوا لهنا. لهنا كنت تعبة مع الخدمة مع كل شيء. حاولت اني معناتها نزرب، سرقني الوقت الحق، جاني الدور على غفلة. لهنا حبيت نوريكم البلغة كيفاش تجي. ولهنا حبيت ما نخليهاش هكاكا، قلت علاش لا نعمل لها معناتها الكولورون. عندي الدوري وعندي البرونز،
ولهني باش نوريكم كيفاش عملتها بالفوشة، حبيت ندهنها كاملة هكايا. لهني كنت مركزة بزايد. آه لهنا كيف حبيت نوريكم معناتها بالقرب هكايا اكثر. هنا عندي زاد الفضي كيف ولهنا عندي تباغ حبيت نزين بيهم البلغات متاعي. لصقتها تلصق بيسك الباط طرية معناتها من بافيسا ما شدت. ولهنا هذه الريزلتا فينال كيف متاع البلغة. ان شاء الله تكون عجبتكم. جوست انا قاعده راني نشارك معاهم ونشارك معاكم، ما هبطتش لي روسيت بالقديم معناتها وكل شيء. اللي عنده حاجه واللي يحب روسيت يقول لي نبعث له. لهنا كيف قعدوا لي كعبرتهم. لهنا صبيت شويه من الكولورون على يدي وحبيت ندورهم هكاك باش تشد. على فكره يدي نظيفه مغسوله جوها باهي معناتها. لهنا حاولت انها ما نحطهم مكعبر اللوز هكايا معناتها كبار، وعملت لهم الكولورون نتاعهم. الحق جات بنينه ما نحكي لكمش على البنه والخفه اللي فيها الحق. اما كيف ما قلت لكم راني نخدم ديما بنظافه معناتها يدي نظيفه. الله غالب بالليغون ما نجمتش خاطر حاولت بالليغون، اما الباتا سكر تلصق في الليغون ما مشيتش معايا. فلهنا هذا كيف الريزلتا بتاع كعبر اللوز. لهنا توا لهنا نجيكم الكعابر الكاكاوية. جمرت الكاكاوية بالكدا في الغاز وحطيتها لهنا في الرحاية باش رحيتها وكل شيء. وبعد زدت كيف المخلط ولهنا لميتها بالعسل. راهي جات بنة ما نحكي لكمش على البنة. وكيف حطيتها في القالب بيسك التام طهور معناتها. حاولت اني يكون ما بين الكعابر والبلاغي. لهنا ذوبت الشوكولا وغطست الكعابر فصتها وكل شيء وحطيتها نورمالمون باش تشيح باش تشد روحها. كيف البلاغي كيف نحيتهم وحطيتهم الكاكاو البلغة في الكاكاوية حطيتها شوي في الفريجيدير باش تشدد روحها. كيف لهنا زيت باللي باغل. وهذا هي الريزلتا متاع معناتها بالكاكاوية بلغة الكاكاوية. وهذه الريزلتا متاع البليغات متاعنا. وبالنسبة اللي عملناهم بالشوكولاتة كملت حطيتهم في البابي متاعهم. وكملت هنا زينتهم بشوي في دور باش تظهر هكايا فيها شوية نفس معناتها باش يقولوا هكا. وهذه الريزلتا فينال متاعها. هنا نجو لمعبودة الجماهير اللي هي الجوزة. لهنا عملت الجوزة قبل بليلة الباط متاعها وبعد خليتها ترتاح وبعد قسمتها لتوا. عملت فيهم ديفيرون كولور البلو والروج والنوتخ العادية. كعبرتهم الواحدة على 5 جرامات. وبعد عندي هنا لاباري لف معناتها نحطها من باطو سخون تك في ساعة ما تطيب. الحق سهلت عليا برشا. لهنا بعد ما حبيش نصور لكم كل شيء معناتها جربت الفيديو باش ما يطولش عليكم برشا. حبيت نوريكم اللي كولور الكل كيفاش جاو. لهنا بعد ما كملت طيبتهم الكل وكل شيء خليتها لازمها تكون باردة باش نجم نخدم بها وكل شيء. خذيت كل غربال من تالي حكيت عليهم البسكوي الزايد اللي عجنب. لهنا سامحوني ما صورتش معناتها ما خلطتش باش نصور. بعد خذيت حكة نستلي حطيتها في الماء لين ولت كالكراميل 3 سوايع ولا 4 سوايع. ولهنا حبيت نوريكم كيفاش نحط في النستلي في الكراميل وبحاها كعبة لوز وسكرت بها معناتها بأختها من الفوق. وكملت الكامل هكاك الكل. وهذا الريزلتا فينال لسه بلي كيما قاعدين تشوفوا.
ونجو توا للصبلي. الصبلي عملت الباط العادية متاعنا، نورمالمون انا نعملها صبلي بيرسوناليزي بالباطا سكر، اما حسيت فما برشا سكر ما حبيتش نعمل سكر. عندي توابع فيها كالقرآن والهلال والنجمة هكايا، فعملت جوست دورو وطبعت عليهم من الفوق معناتها باش تطلع التصويرة مزيانة عالصبلي. ولهنا حبيت نوريكم مش كيفاش معناتها طلعت لي كيما السمعة والجامع والكتابة بتاع القرآن وكل شيء، الحق جاي بنين وخفيف. نجو لهنا للشاشية اللي هي الحق متاع ربي، انا ما صورت لهاش الروسات متاعها وكل شيء، حبيت نوريكم الفينيسيان والدنيا، واللي تحبها الروسات ولا تحب حاجة تبعث لي وتقول لي معناتها، وانا نعطيها الطريقة ونعطيها كيفاش تستخدم. ان شاء الله ان شاء الله تكون عجبتكم. ونجو توا للتمر. التمر لهنا شريته حاضر من ناحية النواة، دوب ليش ما غسلته كاليتي الحق تهبل. هنا شيحته بالكدا 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 بالكدا، عملت العجينة متاع الباتامونت كيف ما هي العادية متاعنا. هنا حاولت اني نشيحهم بالكعبة بالكعبة وكل شيء. ولهنا كما تشوفوا حاولت اني نعمل دودانات هكايا على قد التمرات ونحشيهم كعبة كعبة على الحق. ما تشدش وقت، لف لف. وهذايا الريزلتا كيفاش جاتني. وبعد مشيت ذوبت طرف شوكولاتة وجبت هكا التمرات وحطيتهم في وسط الشوكولاتة وحطيتها ليلة كاملة ترتاح. ولهنا حبيت نوريكم الديكور مرة أخرى في الطاولة كيفاش كان كيفاش كان. إن شاء الله تكون عجبتكم الفيديو، متنسونيش تعملولي أبوني ولايك وشير وتفرجوني تشوفوا باي.